واحد من كبار علمائنا المرحوم الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي رضوان الله تعالى عليه مؤلف كتاب تفسير مجمع البيان. هذا الكتاب أذكر قبل مدة من الزمن تقريبا 30 سنة قبل صارت مسابقة التفاسير. هذا التفسير في مصر طلع الأول على التفاسير في مصر مو في بلاد الشيعة. تفسير مجمع البيان تفسير جدا ثمين، وأوصي إخواني الشباب المثقفين أخواتي المثقفات حتما اقتنوا هذا الكتاب، خلوه في بيوتكم في مكتباتكم. تفسير مجمع البيان تفسير الشيخ الطبرسي. زين الحين اسمع القضية لطيفة. المرحوم الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه صار به سكتة قلبية، مات بسكتة القلب، مات. ودوه غسلوه ميت، كفنوه ميت، حفروا له القبر، دفنوه في جوار الإمام الرضا سلام الله عليه في مسجد المقدس، دفنوه. الشيخ السكتة ما كانت كاملة، في القبر قلبه قام يشتغل، فتح عينه حي بعد ما ميت. زين من طرف هنا قبر يريد يقوم ما يقدر، نائم عليه اكو حجر وفوق الحجارات يخلون يومك راح يجي ها فوق الحجارات يخلون تراب وطين، من رابع المستحيلات تقدر تشيل هذا التراب وتطلع برا، محبوس. وشلون حبس؟ لا وحاطيه في اكفان، شاديه بالاكفان، كفن على بطنه، شد على رجوله، لا اله الا الله. الحين حاطيه في القبر، لا حول له ولا قوة. الشيخ فضل الطبرسي رضوان الله تعالى عليه قطع الأمل من كل أهل الدنيا وما فيهم، ولكن أكو أمل قوي ما يقطع هذا الأمل. انسدت الأبواب إلا بابك، كل الطرق انقطعت، ولكن طريقك يا الله. في لحظة واحدة شوية اكو اكسجين يتنفس بمقدار اللي يقدر كم لحظة يحفظ نفسه، نذر لله قال الهي اذا سويت لي فرج اطلع من هذا القبر راح اكتب كتاب في تفسير القرآن. بعد ما كان مؤلف كتاب مجمع البيان ألف كتاب تفسير. ربك رب ضارة نافع، مصائب قوم عند قوم فوائد. اكو واحد حرامي، هذا الحرامي يجي ينبش القبور يبوق الاكفان. هذاك اليوم شاف جايبين شيخ جديد دفنوه، ما يدري هذا الشيخ رجل الدين، شاف ميت دفنوه، اكفان خوش اكفان جديده. قال بالليل اول المغرب الناس راحوا اجي افتح قبره اشيل الجفن ماله. الله مسبب الاسباب يعرف. هذا في حزة الحزة، ها خلص الاكسجين ده ينتهي، سمع واحد ده ينبش قبر، ده يفتح القبر. الله يعرف شلون. يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا. إلهي أنت تعرف. هذا بدأ ينبش القبر حرامي، شال التراب وصل للبنات. الشيخ الطبرسي منتظر. أول ما شار الأحجار الشيخ الطبرسي مد أخذ إيده. هذا الحرامي شاف ميت ماخذ ايده صاح، قال لا تخاف انا مو ميت، انا حي، انا حي لا تخاف، انت وصلني الى بيتي اعطيك اللي تبيه، بس وصلني ساعدني خلي اطلع من قبري. الله هو اي انسان يخاف، الانسان من الميت العادي يخاف، فكيف ميت اللي اخذ ايده بعد وطالع من قبره؟ فبمجرد ان قال هذه الكلمه الله اعطاه للحرامي، اعطاه قوه قلب. قال له خلص، طلع التراب، طلع الحجر، اخذ ايد الشيخ، شاف تحلان تعبان صار له مدة ما ماكل طعام، طلع الشيخ قال له وين؟ قال له وديني فلان مكان، وداه الى بيته. اهله شافوا ابوهم دخل البيت، صدق كذب حقيقة دخل، ايه هذا ابوهم، قال يبا انا ما شفت ميت حي، تعال ابني تعال، انت ليش تبوق اكفان؟ اعطاه خلعه، اعطاه فلوس، قال له هذا همال رئيس مال، روح صير كاسب، الكاسب حبيب الله. هذا الحرامي يمتاب على ايد الشيخ الطبرسي، هذا في الوسط صار له سبب هدايه، لن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. راح
الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه الله رجع له صحته وسلامته كتب أهم كتاب تفسير في تاريخ الإسلام، مجمع البيان في تفسير القرآن، كتاب جدا جميل وما يستغني عنه العلماء.